بالصوص الأحمر. وصفة كده كاملة متكاملة، سهلة وسريعة، مع طبق رز بشعرية. بس قبل ما نبدأ الوصفة، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ويلا نبدأ الوصفة. معايا بقى أي كمية لحمة، نص كيلو، كيلو، حسب برضو أفراد عائلتك. هبدأ بتقطيعها كده لأن أنا ما فرمتهاش عند الجزار، فهحاول أقطعها قطع صغيرة عشان ما تبوظش الكبة عندي. هتخلص بقى من الدهن اللي فيها كده ومن الجلد اللي فيها، علشان بيسهل عملية الفرم معايا. هحاول بقى اتخلص من الجلد كده. هحاول بقى اشفي اللحمة كده واقطعها قطع صغيرة بعد ما اخلص اللحمة، وهي بعد ما اتقطعت. انا كده استسهلت المقص، قطع معايا بسهولة لان السكينة عندي بعافية شوية. بعد ما خلصت اللحمة بقى تقطيع، هنزل بقى فيها بالكبة. وقبل ما هفرم اللحمة كنت انا فرمة بصل. هبدأ بقى بفرمها. انا فرمتها كده وش، حاسة ان هي محتاجة كمان كده وش كمان. هفرمها كمان وش تاني وارجع لكم. هنزل بقى باللحمة اللي انا فرمتها في بولة، وانزل بالبهارات. معلقة بابريكا، ومعلقة بهارات مشكلة اللي هي السبع بهارات، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة بهارات لحمة، ومعلقة ملح، ومعلقة توم مفروم، بصلة مفرومة. وهنزل بمعلقتين كاتشب اذا كنت عايزاه سبايس حراق او انت عايزاه بارد، ومعلقتين زيت. وهقلب كده اللحمة بتاعتي. انا مش عايزة ازود اي حاجة تانية عشان عايزة طعم اللحمة يكون زاهر اكتر من اي حاجة، لان دي هتبقى كرات لحمة في صينية بطاطس. وجبة سهلة كده وبسيطة، وفي نفس الوقت مغذية وطعمها حلو ومشهية. هجيب بقى صينية اي حاجة كده عشان اكور عليها الكرات بتاعتي. عملت دهن الزيت كده. هكور بقى اللحمة بتاعتي واحطها على الصينية. هكور اللحمة كلها اللي معايا بعد ما خلصتها في طاسة بقى على الغاز. وهنزل بمعلقتين سمنة او معلقتين زبدة المتوفر معاكي، وتلات اربع معالق زيت يسخنوا. هنزل فيهم 4 فصوص من الحبهان، و4 حبات برضو من القرنفل. بيدي ريحة حلوة اوي، زيوت عطرية كده بتطلع بتدي طعم حلو للحمة. يتحمصوا كده شوية، وانزل بكرات اللحمة اللي معايا. هنزل بها كلها، وما تقلبيش الا لما تطبع من تحت كده وتاخد لون، عشان ما تفتحش معاكي. وهي ما شاء الله ما فتحتش وكانت زي الفل معايا، وما ضفتش اي حاجة غير اللي انا ضفته في الفيديو. هنزل بها كلها كده. صلوا على النبي، الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله، كرة اللحمة معايا زي الفل وما فتحتش معايا، وما شاء الله طبعت وخدت لون. ايدي فيها كده بالراحة، وسندي كده بشوكة، خليها من الظهر عشان ما تفتحش معاكي كرة اللحم. قلبتها على الوش التاني بعد ما تاخد لون بقى خالص. على ما تاخد لون كنت مقشرة بطاطس ومجهزاها. هقطعها قطع كده متوسطة، لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي، علشان هديلها لون برضو واحمرها مكان كرات اللحمة لما تخلص. بتدي طعم حلو
وكل يوم الولاد عايزين حاجة جديدة، فحاول نشكل ليهم. وحقيقي الأكلة ديت يعني من أحب الأكلات على قلبي، سهلة وما بتاخدش وقت، والولاد بيحبوها، وبحس ان الولاد بياكلوا في اليوم ده عن اي يوم تاني. وهي لحمة بس هو تغيير. البطاطس مغذية مع اللحمة كده. بوريك اللحمة كده اتحمرت معايا، كرات اللحمة كده طبعت وخدت لون من على الوشين. هنقلها بقى. هنزل بقى مكان اللحمة في نفس الطاسة، هنزل بالبطاطس عشان اديلها لون كده. لما تدخل على اللون الذهبي هنزل ببصلة مبشورة في النص كده، وهنزل برشة ملح ورشة فلفل اسود تدبل البصلة وبتدي طعم للبطاطس. هقلبها كده. لما تبدأ بقى تدبل هنزل بمعلقة توم، بتدي طعم حلو للبطاطس وبقى لها نكهة مميزة كده في الأكل. كده نزلت بمعلقة التوم، قلبتها كده. البطاطس خدت من البصل وخدت من التوم. هنقلها بقى في بريم، في صينية، في أي حاجة تدخل الفرن. انت لو عايزة تكملي تسوية على البوتاجاز براحتك، بس أنا فضلت أدخلها الفرن عندي. كده البطاطس تعتبر 3/4 سوا. هنزل بقى بكرات اللحمة اللي أنا كنت محمراها، هرصها بقى كده في البرام بتاعي أو في الصينية بتاعتي. وهنا الأكلة هنا شبيهة قوي بكفتة داوود باشا، هنعملها في فيديو برضو. في بولة بقى هنزل بنص كوباية مية أو كوباية مية، ومعلقتين من الصلصة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة هريسة شطة، وهقلبها، ومعلقة ملح. بعد ما اقلبها هنزل بها على البطاطس وكرات اللحمة، بتديلها طعم. انا هنا مرضتش اضرب طماطم ولا احط عصير طماطم ولا حاجة، انا فضلت كده وخلاص. دخلتها بقى الفرن تاخد وش كده، هي كده تعتبر 3/4 سوا. هتاخد بقى الربع التاني كده من اللحمة من البطاطس، تتطعم من بعضها وياخدوا من بعض. هنا طبعا الأكلة دي لازم يكون جنبها رز بشعرية. رز بشعرية بيبقى مشهي وأكل وحلو في الأكل وطعمه حلو. هنزل بقى نص كيلو شعرية ورشة ملح عشان توحد اللون كده، عشان الشعرية كلها تبقى لون واحد. بعد ما تدخل للون بقى اللي أنا عايزاه اللي هو الذهبي، هنزل بنص كيلو رز، يعني نص كيلو شعرية قصده نص كيلو رز. هقلبه وانزل بالعقد بتاعه بالويم برضو. يعني دلوقتي الواحد المفروض يكون بقى فاهم عيار الرز. كده انا طلعت صينية البطاطس دي، كانت عايزة شوية بس انا فضلتها علشان يبقى فيها صوص كده باين عشان الولاد ما تبقاش ناشفة قوي. وكده هنقدمها في طبق التقديم. اتمنى تجربوا الوصفة، ويا رب يكون الفيديو لطيف وخفيف على قلوبكم. ما تنسوناش من تعليقاتكم الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.